في البداية، تخيل أنك تعيش في حي هادئ، كل شيء طبيعي، جيرانك طيبين والشرطة قريبة منك تحميك. لكن ماذا لو كان الخطر الحقيقي هو نفسه الرجل الذي يفترض أنه يحميك؟ هذه ليست قصة خيال، هذه قصة رجل عاش بين الناس بوجهين، اسمه جوزيف دي أنجيلو. في سنة 1945 ولد في باث. حياة عادية، لا شيء يلفت الانتباه. كبر، دخل الجيش، ثم أصبح شرطياً في كاليفورنيا. شخص يطبق القانون، يعرف كيف تفكر الشرطة وكيف تتحرك. وهنا تبدأ أول صدمة. في منتصف السبعينات بدأت سلسلة سرقات غريبة. منازل تقتحم ليلاً بدون كسر واضح، بدون صوت. المجرم كان يدخل وكأنه شبح. لكن الصدمة لم يكن يسرق فقط، كان يراقب. كان يقضي ساعات داخل المنزل، يختبئ، يراقب الضحايا وهم نائمون، يحفظ تفاصيل حياتهم، من يدخل، من يخرج، من يعيش وحده. هذا لم يكن لصاً، كان مفترساً ينتظر اللحظة المناسبة. ثم تطورت الجرائم، تحولت من سرقات إلى اعتداءات مرعبة. نساء يتم تقييدهن داخل منازلهن، ورجل واحد خلف كل هذا، ذكي، هادئ، يعرف كيف يختفي. الشرطة بدأت تبحث، لكن بدون أي دليل واضح. وهنا الصدمة الثانية. المشتبه به كان واحداً منهم، شرطي سابق، يعرف كل تكتيكات التحقيق، يعرف كيف يترك مسرح الجريمة نظيفاً، ويعرف كيف يضلل الجميع. في تلك الفترة أطلقوا عليه لقب المغتصب الليلي، لكن لم يكن أحد يعرف هويته، وكان هو يستمتع بذلك. بل الأكثر رعباً، كان يتصل بضحاياه بعد الجريمة، يهمس في الهاتف، يذكرهم بما حدث: أنا ما زلت هنا. الخوف لم ينتهي عند الجريمة، بل استمر لسنوات. ثم حدث شيء أخطر، تصاعدت الجرائم مرة أخرى. هذه المرة لم تعد اعتداءات فقط، بل جرائم قتل بدم بارد. عدد الضحايا ارتفع، الشرطة في حالة استنفار، لكن لا شيء، لا بصمات واضحة، لا شهود، لا دليل مباشر. وكأن هذا الرجل غير موجود. مرت السنوات، القضية بدأت تبرد، الناس نسوا أو حاولوا النسيان. لكن القاتل لم يتوقف، بل اختفى. وهنا الصدمة الكبيرة. اختفى فجأة، لا جرائم، لا آثار، وكأنه تبخر. الشرطة اعتقدت أنه مات أو سجن أو هرب، لكن الحقيقة كانت مختلفة تماماً. مرت أكثر من 30 سنة، جيل كامل كبر بدون أن يعرف الحقيقة، حتى جاءت التكنولوجيا DNA. في سنة 2018 الشرطة قررت إعادة فتح الملف. استخدموا قواعد بيانات الحمض النووي، بحثوا في أقارب المجرم، ربطوا الخيوط، حتى وصلوا إلى اسم واحد: رجل عجوز يعيش حياة هادئة، اسمه جوزيف دي أنجيلو. نفس الشرطي السابق، لكن الآن عمره أكثر من 70 سنة، يعيش بهدوء كأنه لم يفعل شيئاً. وهنا الصدمة الأقوى، تمت مراقبته سراً، أخذوا عينة من DNA بدون علمه، والنتيجة تطابق كامل. هو نفسه القاتل الذي حير أمريكا لعقود. تم القبض عليه أمام منزله بدون مقاومة. الرجل الذي أرعب مدناً كاملة انتهى بصمت. لكن النهاية لم تكن عادية. في المحكمة لم يكن ذلك الوحش الذي يتخيله الناس، بل رجل ضعيف صامت. لكن عندما تكلم اعترف بكل شيء. عدد جرائمه أكثر من 50 اعتداء،
و13 جريمة قتل مؤكدة، لكن ما زال يعتقد أن العدد أكبر. أما عن جملته الأخيرة فقال: كنت أعيش بشخصيتين، واحدة عادية والأخرى لا يمكن إيقافها. وفي 2020 تم الحكم عليه بالسجن المؤبد بدون إمكانية الخروج. نهاية رجل عاش حياتين، واحدة أمام الناس والأخرى في الظلام.